السلام عليكم واهلا بيكم. دخول مفاجئ بقى ايه ندردش فيه مع بعض في اللي أنا لسه مخلصه من شويه. قلت بقى ايه بدل ما اخش اكمل اكتب كام بوست فيه، قلت اخش اتكلم بعد ما سجلت حتى مجموعه فيديوهات قصيره، كام فيديو قصير عن الموضوع ده ونزلت فيديو منهم. قلت ايه اخش ادردش معاكم في الموضوع ده. يمكن الموضوع مهم جدا ومؤثر في حياتنا. موضوع لان الكتاب مؤلم قوي، هو حلو ومؤلم في نفس الوقت. الكتاب بيتكلم عن ايه؟ عن المثاليه الجنسيه او عن الشذوذ الجنسي. ممكن ده ياخد له الفيديو ده، ممكن ياخد له بان ولا يتحظر والاكونت يتحظر بسبب الموضوع ده، وربنا يسترها علينا. بس انا مش هتكلم فيها، انا هتكلم في الافكار اللي استشفتها واللي اتكلم فيها الكاتب عن الموضوع ده، لان الموضوع مهم جدا وخطير جدا 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 ويمسنا ويمس حياتنا كمان. خلينا في البدايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجر الحق على لساني، اللهم اجعلني نافعا للناس، واسال الله العظيم ان ينفعني واياكم بكل علم بنتعلمه ويجعله في ميزان حسناتنا، وان يخدم حياتنا ان احنا نعيش حياه سليمه. طيب تعالوا نبتدي في البداية. في أول فكرة بيطرحها الكتاب، في فكرة مهمة جدا لموضوع خطير جدا اتكلمت فيه وكتب التربية اتكلمت فيه، هو تعامل الآباء والأبناء مع بعض، أو تعامل الآباء مع الأبناء. إزاي بنربي ولادنا؟ إحنا للأسف الشديد أغلبنا ما بيعرفش يربي ولاده. احنا ما اتعلمناش تربيه، اغلبنا ما اتعلمناش تربيه. احنا لما بنيجي نهزر مع بعض ده احنا تربيه شوارع. هي الكنايه كوميديه شويه، بس ده للاسف الواقع. اغلبنا هو تربيه الشارع فعلا، مش تربيه بابا وماما. وفي اللي اغلبنا بقى في زماننا دلوقتي بقى تربيه التلفزيون والسوشيال ميديا. ده بقينا تربيه السوشيال ميديا، تربيه الافلام والمسلسلات والاراء اللي بتاعه السوشيال ميديا في الجروبات والتيك توك ومش عارف ايه. بقينا اغلبنا بقى بيتربى ده، ابنائنا بقى بيتربوا على ده. ده للاسف الشديد الكارثه الكبيره. النتيجه لايه ده؟ نتيجه فساد كبير. النتيجه فساد كبير لان الاب والام شالوا ايدهم من التربيه. طب مين اللي هيربي ولادنا دلوقتي؟ مفيش غير اول حاجه بقت السوشيال ميديا. بقى الواد العيل الصغير بقى دلوقتي بقى بيمسك الموبايل ويفر عليه عادي جدا، يلعب بابجي، يلعب الالعاب بتاعت الموبايل. ايوه اسيبه يلعب، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الطفل ما ينفعش يمسك موبايل اصلا، ما ينفعش يمسك موبايل اصلا. على الاقل يعني هقول لك 11 12 سنه لما يفكر يمسك موبايل. انك ما مش ان هو يخش على النت ويخش العاب. ده احنا كده احنا هنتحاسب على اولادنا دول. طب النتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ الهروب. نتيجه الهروب لان طبعا في حرمان عاطفي بسبب اللي احنا بنعمله. حرمان العاطفي بسبب اللي احنا الاهمال الشديد. الواد مش لاقي ولا حنيه اب ولا حنيه ام، ولا لاقي رقابه، ولا يلاقي الاحتواء، ولا يلاقي اي حاجه. لا 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 خالص. لا ده بيعمل ايه؟ بيبتدي يعمل ايه؟ يدور على الاشباع العاطفي ده بانه يهرب. اشباع عاطفي في الالعاب يخش يلعب، اشباع عاطفي في الافلام والمسلسلات يخش يتفرج، اشباع عاطفي حتى في العلاقات الشاذه يخش. ايوه لانه طبيعي مش لاقي اللي يقول له عيب ومش عيب وحرام وحلال، مش لاقي الكلام ده. فالنتيجه اللي هو بيبتدي يدور زي ما بيدور على كمان في العلاقات العاطفيه، يخش يحب بنات، تخش تحب ولاد. هو ده اللي بيحصل بسبب النتيجه الكارثيه اللي احنا بنوصل لها دلوقتي من اقول ايه، اضطرابات وعقد ومشاكل نفسيه في حياتنا بسبب سوء التربيه وسوء معامله الاب والام لينا. معامله بابا وماما ليا اللي وصلتني النهارده لبلاوي وكوارث كتيره. منها ايه؟ منها الادمان على الالعاب، منها ادمان الافلام والمسلسلات، منها الادمان للعلاقات العاطفيه. يعني تلاقي بنت لسه ما كملتش 14 15 سنه في اعدادي لسه بتتكلم على مع باربي والعروسه، بتقول لك انا بحب. الواد لسه بياخد مصروف من بابا ولسه بيلعب ويقول لك انا بحب. طب ما دي كارثه. ودي اول الافكار الكارثيه اللي بتسبب ايه يا جماعه؟
بتسبب زي ما قلت ادمان للمواقع الاباحيه، ادمان للشذوذ، ودخوله في سكه الشذوذ الجنسي بقى والكلام ده كله. وده من قصص واقعيه بتحصل دلوقتي وبتتعرض على السوشيال ميديا وبتتعرض كمان وبتجيلي في الاستشارات. رقم 3 الساديه والمازوخيه. رقم 4 خش بقى في الالعاب. 5 اقول لك ايه، الهروب من البيت الهروب بالدراسه والهروب من الدراسه، الهروب من الاب والام، كره الاب والام اللي هو يبتدي يدور على حد تاني بديل الاب والام اللي هو يحبه ويخش فيه. ودي اول مرحله كارثيه، ويمكن دي من الافكار اللي بدا يعرضها الكتاب، ان تعامل الاب والام الغلط او عدم وجود الاب والام في حياتنا او حب الاب والام واحتواء الاب والام للابناء هو اللي بيوصلنا للانهيار. ودي اول نقطه معايا. عشان تيجي النقطه الثانيه، والنقطه الكارثيه الثانيه في ضمن الافكار اللي بدات تتعرض، هو فكره انكار الحرام والحلال. دلوقتي بقت المشكله عندنا ايه؟ مشكلتنا الاولى هو يعني ربنا دايما ذكر في القران ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اتباع خطوات الشيطان يا جماعه اللي هو يقول لك طب ما تيجي تجرب، جربت وقعت في الغلط، مش يقول لك لا انت وقعت بقى والكلام ده كله واللي انت عملته ده حرام. لا، الكلمه اللي دايما بسمعها، انا دايما بسمعها، ما هو كل بيعمل كده، ما هو الكل ايوه يبتدي يعمم لك، يوقعك في الحرام ويبتدي يعممه لك. يعني سماع الاغاني حرام، يقول لك ما هو كل بيسمع اغاني. سماع الاغاني حرام، لا يقول لك ما هو كل بيسمع اغاني، هو ما فكرش في الحرام والحلال. البنت اللي بتحط ميك اب وبتنزل الشارع متزينه، يا بنتي ده حرام، حضرتك بتجهري بمعصيه لربنا، انت بتتحدي ربنا بالمعاصي، انك بتنزلي صورك وانت متزينه ويتفتن بيك الشباب والبنات، ده حرام. لا يقول لك حرام مين يا عم، ما هو كل البنات كده. يبتدي يعمم لك عشان يبرر لك الحرام ويبرر لك الغلط، عشان ما اقفش بقى عن السواء السجاير والعاده السريه والمواقع الاباحيه. هو بدا يعمل لك ده. لا نخش في مرحله بعد كده، مرحله ده ايه؟ مرحله إيه بعد كده؟ طب خليني احط في النقطه دي حته ايه؟ السرقه، حته التحرش الجنسي، عشان يقول لك ايه؟ ما هو كل البنات عايزه كده، ما هو كل البنات عايزه كده، ما هو كل الشباب كده. العلاقات العاطفيه، في حته العلاقات العاطفيه طبعا ده من ضمن التخصصات الاستشارات كتير، بقالي تقريبا اكتر من 15 سنه فيها وبسمعها. ما هو كل الشباب والبنات بيخشوا في علاقات عاطفيه، هي جت عليا انا، ودي كارثه من ضمن الكوارث اللي بنقع فيها. فيتبع لك ايه؟ يوقعك فيها، يزينها لك، يبتدي يزينها لك ويعممها لك، يعمم لك بقى الحته دي، يقول لك ما الكل بيعمل كده، اشمعنى انا؟ هي جت عليا انا؟ هو ما فكرش اللي يقول لك ايه؟ ما هو ده حرام، ما حتى لو الكل بيعمله بقى هيفضل حرام. والنبي قال لك وطينوا انفسكم، ان احسنوا الناس احسنت وان اساءوا احسنت، وان اساءوا احسنت. مش اللي هو تيجي معاهم عليهم. لازم يكون عندك شخصيتك، لازم يكون عندك الواسع الدين. لكن للاسف الشديد احنا بنستمر. فبعد الاستمراريه دي ويقول لك الناس بتعملها، لا يخش في مرحله اعلى بقى، مرحله الليفل الاعلى اللي هو يعمل لك ايه؟ يبتدي يدافع لك عن الحاجه دي. حرام ليه؟ حرام، اديني دليل من القران اللي هي حرام. والله بجد. يعني بعد ما كان عارف انها حرام، لا دلوقتي بقى بينكر حرمانيتها. البنات النهارده بقت بتنكر الحجاب. ما هو دي كارثه سوداء، كارثه سوداء. بقينا بننكر من الدين بالضروره. يعني ربنا امرنا وليضربن، ده فعل امر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يضربن بارجلهن حتى لا يعلمن ما يخفين من زينتهن. وش كده؟ ولا يبدين زيتونهن، ده امر اهو. ولا تبدي زينتك الا بقى اللي بعلتين وابناء بعلتين، اللي هي الايه في سوره النور. لا خالص. هو يبتدي عمليه الانكار. ما هو وصل لمرحله ايه؟ التعميم، الكل بيعمل كده. مرحله انكار الشيء والدفاع عنه، اللي هو الدين، السجاير مش حرام، الحب بين ولد وبنت مش حرام، ويبتدي يديك دليل بقى ايه؟ ليس للمتحابين الا الزواج، حديث النبي. يا عم انا هعتبر الحديث صحيح. هو اللي النبي يقصد بيه اللي بيحصل بيننا النهارده دلوقتي، بين المشاعر بتاعت دلوقتي،
انت مسكت حديث النبي وشفت تفسير الحديث ايه؟ لا، هو بيبتدي يبرر الحرام، بيبتدي يبرره لك ويلوي لك الايات والاحاديث عشان تبرر لك ده. يبقى مرحله تبرير الحرام وانكاره، والانكار يعني الوقوع فيه، انت وقعت في الغلط، بعد كده يعمم لك الوقوع في الغلط، بعد كده يبتدي يدافع عن الغلط وينكر حرمانيته فيها، عشان يبتدي يطالبك بعد كده. ورقم 5 دي فيها بقى ايه؟ يبتدي يعمل لك ايه؟ يطالب الناس بيها، يطالب بالحقوق بتاعت الناس بتاعتها. انتوا متخيلين؟ يطالب الحقوق الناس بيها. ايوه، احنا من حقنا ان احنا نمشي بشعرنا عادي، من حقنا ان احنا نشغل اغاني عادي، دي حريه شخصيه. من حق ان انا لما اشوف بنت اتحرش بيها ولا ابص لها، مش هي اللي عايزه كده، وهكذا وهكذا. ولا من حق ان انا اعيش حياتي واعيش سني، اخرج والبس واتمشى والبس الهدوم المقطعه والبناطيل المسقطه، وابين جسمي وابين جمالي وانوثتي زي ما البنات والشباب بقت بتعمل في زماننا دلوقتي على طول يا باشا. ايوه، ده اللي بيحصل في حياتنا، ده اللي بيحصل. انتوا عارفين الخمس افكار اللي انا قلت لهم دول؟ ده بالظبط اللي عمله المثاليين او الشواذ جنسيا، عملوه بالظبط في اوروبا وبداوا ينشروه في العالم كله. ماشي. لا، ده الكارثه بقى اللي انا اكتشفتها في الكتاب ده ايه؟ اللي بقى ليهم لوبي ده اللي هو ايه؟ منظمه حقوقيه، بدل ما بتطالب بان الكلام ده، ان اللي بيحصل ده احنا من حقنا نعيشه عادي، لا ده بيطالبوا بحقوق فيه، والموضوع ينتشر وينشروا الكلام ده. وفعلا ده اللي نجحوا فيه، ده واللي بيحصل في زماننا دلوقتي عندنا في بلادنا العربيه. ايوه بقى، بتطلع البنات تطلع عادي كده تقول لك انا حر اعمل اللي انا عايزاه. فين الدين؟ مش موجود. عشان نيجي للنقطه الثالثه من ضمن الافكار، يبقى النقطه الاولى التربيه الغلط، النقطه الثانيه اتباع خطوات الشيطان وانك تقع في الغلط وبعد كده توصل انك تطالب بيه. عشان تيجي النقطة الثالثة دي نقطة أساسية وخطيرة جدا 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 جدا، ألا وهي إبعاد الدين عن حياتنا. إبعاد الدين عن حياتنا. بصوا يا جماعة، ناس كتير، ما هو ده للأسف بسبب جهلنا بالدين، ناس كتير بتفكر إن الدين إقامة شعائر. الدين إقامة شعائر، صلاة وصوم وحج وبس. هو ده إقامة شعائر. وفي ناس فاهمة إن الدين إقامة حدود، القاتل يقتل والسارق يتقطع إيده وهكذا. طب السؤال، هل الدين ده يا جماعة؟ الدين حياة. ربنا أنزل قواعد وقوانين، ده قواعد تشريعية بيعلمك فيها انك ازاي تعيش حياتك. الدين هو عبارة عن حياة انت بتعيشها، مش اقامة شعائر بس. الدين بيعلمك ازاي تاكل، ازاي تشرب، ازاي تنام، ازاي تقوم، ازاي تنظم وقتك، ازاي يكون عندك هدف في الحياة، ازاي تتغير، وينظم علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك وعلاقتك باللي حواليك من الاقارب والاهل والاصدقاء، علاقتك بجيرانك، علاقتك بالمجتمع بتاعك، علاقتك بالدين نفسه، بالافكار اللي انت بتتبناها. بيبتدي يحط لك القواعد دي، بيعلمها لك وبيرسم لك الحدود، يقول لك ما تتخطاش الحدود دي. هو ليه ربنا عمل للسارق تقطع يده؟ مش هو ربنا مش سادي عشان يقول لك ده هخلدك في النار، هو بيخوفك انك تخلي بالك ما تعديش الحد ده. مش بيقول لك تعمل كده عشان يقطع لك ايدك، لا، هو بيحذرك. زي القوانين عندنا في اي بلد، ما هو بتنشر في القوانين في اي بلد السجن كذا للي هيعمل كذا. هو دول الناس دي القوانين الدولة دي سادية؟ لا، هو بيقول لك كده عشان ما تعملهاش، ما تقعش فيها، يخوفك منها، يخوفك من فعل الحرام، من تعدي الحدود. لكن احنا ما بنفكرش بالطريقه دي. بقى الدين عندنا عباره عن اقامه شعائر. طب لو الاشعار ما ده اقامه شيء، على طول عندنا ان احنا نتهم الدين، عشان كده بنخاف من الدين ونبعده. لا، الدين لا،
زي والله العظيم واكتر من حد يقول لك ايه ابعدنا عن الدين، مع احترامي للدين. ايوه، كلمه مع احترامك للدين دي اول ما بتتقال خدها قاعده كده، يبقى هيبعدك عن الدين. يقول لك الدين مش عايزه، ابعدنا عن الدين، ابعدنا عن الاحكام الشرعيه. اصل في مشايخ قالت. يا حبيبي، انت ليه تاخد بالاراء الشاذه؟ ما انت عندك اراء لجمهور اهل العلم، عندك اهل العلم كتير. ليه تاخد راي او رايين او ثلاثه شواذ من ضمن الاراء؟ ما تدور وابحث عن العلم والمعرفه. لا، احنا بنبعد الدين عننا في حياتنا. وده للاسف اللي انا شفته كتير في علم النفس. علم النفس ورواد علم النفس بعد ركنوا الدين بالكليه. قال لك لا، الجانب الروحاني ما عندناش حاجه اسمها جانب روحاني، احنا عندنا الجانب العملي، العلم التجريبي. احنا بنحط 1+1 بيساوي 2 عندنا. طب في جانب مهم جدا للاسف علم النفس بعد عنه، وبدا دلوقتي اطباء المسلمين دكاتره في علم النفس ومعالجين المسلمين بيحطوا الجانب الديني كعامل مهم. مع ان حتى لما في الكتاب نفسه ذكر الكاتب ذكر لمعالجين نفسيين واطباء نفسيين بيعالجوا حته الشذوذ الجنسي ده، جزء منها الجزء الروحاني، الجزء الديني، وبداوا يتكلموا وبيأكدوا على الجزء الديني في التعامل. لكن احنا ما عندناش ده، احنا بقينا بنبعد عنه، مع ان في ناس بتقرب منه، عايزينه بيحطوه في حياتهم. وخصوصا اللي بيخشوا الاسلام جديد والغربيين بيحطوا الدين عندهم كمنطق. لكن احنا بنبعد بالدين، بنقول لك لا احنا مش عايزين الدين، احنا مش عايزين ربنا. ده مش بنقولها لفظا، لا ده احنا بنقولها سلوكية كمان. فده اللي وصلنا للأسف الشديد إن إحنا بنتجنب البعد عن الدين والبعد عن ربنا. ودي كارثة جديدة في حياتنا. لازم نحط الدين كواقع معانا، لازم نحط الدين كأساسي معانا، وإلا حياتنا هتتدمر. لأن الدين قاعدة أساسية، فطرة أنت اتفطرت بيها، لأنه قانون من قوانين حياتنا، قانون من قوانين الكون بتحطه قدامك. عشان اجي للفكره الرابعه والنقطه الرابعه المهمه جدا والخطيره جدا برضه، الا وهي الاستعجال في التغيير. ودي كارثه كبيره. بصوا يا جماعه، في مقوله عن النبي او حديث منسوب عن النبي: العجله من الشيطان. الاستعجال من الشيطان. ليه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول ايه: ولكنكم قوم تستعجلون. لما واحد من الصحابه جاي يقول له: الا تدعو لنا رسول الله، انت شايف احنا في مكه وبنتعذب وانت شفت حصل لك ايه يا رسول الله، الا تدعو لنا؟ قال النبي طبعا في الحديث مشهور جدا: هيوصل الاسلام من حضراء الى يمشي الراكب من حضراء الى صنعاء الى حضرموت، لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. الاستعجال. ليه بقى؟ ربنا ما بيسمعنيش، ربنا غضبان عليا. ليه يا عم الحاج؟ ما هو ما بيستجيبليش دعائي. الاستعجال في كل حاجه. عشان كده من ألد اعداء النجاح والتغيير والانسان نفسه هو انه يستعجل. الاستعجال، الهرولة، احنا بنجري ورا بعض وكأنك في مسابقة مع الحياة. لا، الموضوع مش كده. لانك انت طول ما انت ما بتستعجل على التغيير، ايه اللي هيحصل؟ هيصيبك الاحباط واليأس. من سهل جدا الشيطان يلعب لك فيها، نفسك هتلعب لك في الجزئية دي. لا يا عم ما فيش فايدة، ده انا زهقت، ده انا اتخنقت، ده أنا كل ما اعمل حاجة افشل فيها. كل حاجة. يا حبيبي اصبر، يا حبيبي اتعلم، يا حبيبي اطلع السلم درجة درجة، كل حاجة خطوة خطوة. طريقة الكايزن، الطريقة اليابانية اللي انا اتكلمت فيها طبعا في بوستات وفيديو قبل كده عنها، وناس كتير اتكلمت عنها. طريقة الكايزن، التعامل. يا جماعة احنا بنحط لنفسنا، نحط في دماغنا الجزئية دي. التعامل مع الحياة ما بيجيش بالقوة والسرعة، لا بيجي خطوة خطوة، كل يوم خطوة. امشي كل يوم خطوة في حياتك، ما تستعجلش. عليك بالصبر والالتزام والاستمرارية. القواعد الذهبية ال3 لأي تغيير وأي نجاح: إنك تمشي خطوة خطوة مع نفسك، ما تسلمش نفسك وترمي نفسك لأحضان اليأس والإحباط، عشان ما تلاقيش نفسك إنك يئست قعدت في مكانك. ما انا فشلت يا عم اكتر من مره والموضوع ما جابش معايا نتيجه. يا حبيبي ما كمل تاني، امشي خطوه كمان.
من اكثر طرق الباب يوشك ان يفتح. خبط على كل الابواب، انت ما تعرفش الباب بتاعك فين. امشي خطوه خطوه، كل يوم خطوه لو بسيطه. امشي كل يوم خطوه بسيطه. ما عايز توصل للعالي، عايز توصل للعالي، ابتدي امشي كل يوم خطوه، كل يوم اطلع سلمه، كل يوم اطلع درجه، كل يوم اطلع لحد ما هتوصل للحاجه اللي انت عايزها. لكن للاسف الشديد استعجلنا هيوصلنا لفين؟ هيوصلك انك بتلبس في الحيط، هيوصلك انك تبقى قاعد خلاص، انت يئست، احبط، هتعمل ايه؟ ما كده خربانه ضرب الله ورا العين، ما خربانه يا عم الحاج، ارمي بقى. مش كده انا بعصي الله، وكده ربنا غضبان عليا، وكده انا داخل النار، يلا. ايوه، الفكر الشيطاني ده هيوصلك لكده. فكر الشيطاني هيوصلك، ما انا كده ربنا غضبان عليا، فما فرقتش بقى اللي انا اريح نفسي من التعب بتاع الحياه ده واروح جاي منتحر. ده اللي بيفكر في المنتحرين، دي من افكار الانتحاريه. ليه؟ اصل انت بتستعجل. استعجالك غلط. انك ترمي نفسك في احضان الاحباط واليأس والغم والاكتئاب غلط. ولكنكم قوم تستعجلون. ما تستعجلش، اهدى على نفسك، اهدى وابتدي خدها خطوه خطوه، لحظه واحده. ما تستعجلش انك توصل للنجاح. النجاح مش هيجي بين يوم وليله، التغيير مش هيجي بين يوم وليله. زي ما قلتها هتلاقي في فيديو قصير اتكلمت فيه، التغيير ممكن على حسب نوع التغيير اللي انت عايز تغيره. في تغيير ممكن يقعد ايام، في تغيير يقعد اسابيع، في تغيير يقعد شهور، في تغيير ممكن يقعد سنه او اكتر من سنه. ياه، ممكن التغيير يوصل للدرجه دي. ايوه، معالجه البرمجه الراسخه اللي جوه الانسان وعاداته وسلوكياته بتاخد مننا وقت، انك اتعودت على كده. انت ممكن تقعد 40 سنه و30 سنه و50 سنه و60 سنه، انت متعود على حاجه خلاص بقالك سنين اتبرمجت عليها، عشان تبتدي تغيرها هتاخد منك وقت كبير. انت ما تستعجلش، وابتدي تتطور، وابتدي اشتغل على نفسك، ابتدي ارتقي بفكرك، ابتدي ارتقي بوعيك، عشان تقدر تاخد الموضوع واحده. هي دي الاساسيات اللي فيها، هي دي القواعد اللي انت لازم تمشي عليها. فكره مهمه جدا عنها هتوصلك انك تصبر، واصبر وما صبرك الا بالله. حديث يعني من ضمن الايات، وليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن المنافقين. مين الصابر؟ مين اللي هيصبر؟ مين اللي هيحتسب؟ عشان تيجي النقطة الخامسة، والنقطة الخامسة دي مهمة برضو من ضمن النقطة الخامسة الأفكار الأساسية. اوعى تفتكر إن التغيير أول ما تقول لك قررت تتغير الدنيا هتبقى معاك سهلة. العكس، الدنيا هتبقى معاك صعبة، وهتلاقي عقبات قدامك. عندنا في الدين في القرآن في أوائل سورة العنكبوت، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنوا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفكرة فين؟ الفكرة إنك وأنت ماشي في الطريق هتلاقي فيه عقبات وفيه صعوبات قدامك، لازم تصبر، ولازم تلاقي تسعى إنك تقوي نفسك، إنك ما تقولش خلاص أنا وقعت أول مرة وخلاص وانتهت الفكرة. لا، ابتدي قوم وكمل، ما تيأسش، ما تسلمش نفسك للأهواء، ما تسلمش نفسك للفتن، ما تسلمش نفسك للشهوات، عشان ما تلاقيش نفسك إنك واقع وقعة سودة. كل ما بتقع هتلاقي نفسك إنك بتزيد العقد عندك. عشان نيجي للنقطة الثابتة، والنقطة الثابتة دي هعتبرها الأخيرة عشان ما اطولش معاكم في البث ده. النقطة دي كان من النقط المهمة جدا وخطيرة جدا، ألا وهي، وأنا اتكلمت عنها كتير، اتكلم عليها تاني وهفضل اتكلم عليها، وجود شخص عنده من العلم وعنده من المعرفة والخبرات والثقة في حياتك ياخد بإيدك، اللي احنا بنقول عليها طلب المساعدة، أو الشريك اللي تكون مطمن معاه. لازم تكون في حياتك شخص انت واثق فيه، بتفضفض له وانت عارف انه مش هيمسك عليك زله. وده المفروض يعني يكون راجل حكيم كبير عنده من العلم والوعي انه يحتويك، ولو غلطت يطبطب عليك وياخد بايدك، مش اللي هو يجلدك ويديك واضرب تلاقي نفسك اتعقدت وبعدت عن كل الناس.
ممكن يكون طبيب نفسي، ممكن يكون معالج نفسي، يكون مدرب تنميه مهارات ذات زي حالاتي او لايف كوتش. الناس دي هي اللي هتاخدك، الناس دي اللي هتدربك، هتساعدك، هتاخد بايدك. لازم يكون معاك واحد في حياتك، لازم يكون معاك واحد في حياتك، واحد هيساعدك، واحد يطبطب عليك، يطبطب على قلبك. اول ما تعمل حاجه غلط تجري عليه، تترمي في حضنه وتقول له انا عارف ان انا غلطت، انا اسف، انا عايز الاحتواء. ايوه يا جماعه، ده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاه والسلام، ده اللي كان بيعمله النبي. احنا لو بصينا في كل حاجه احنا بنتكلم، لو هنيجي من المنظور الديني بتاعها، النبي كان بيعمل كده. ده واحد راح للنبي قال له يا رسول الله اذنبت ذنبا، اذنبت ذنبا، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له كل طب. والنبي يروح يقول لي يا انتوا متخيلين؟ يعني انا متصور في زماننا دلوقتي لما رحم ربي، لو واحد دخل على حد فينا، او واحد دخل على بابا انا عايز ازني مع واحده، يا بابا انا عايز ازني مع واحد، تخيل هيكون عامل ازاي؟ هيقوم يضربه ويكسر له عظمه، ممكن يوصل لدرجه اللي يقتله او يقتلها. لكن النبي ما عملش كده. النبي قال له أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، خده بالعقل، احتواه. وده شاب، احنا محتاجين اللي يحتوينا، محتاجين اللي ياخد بايدينا، محتاجين حتى لو انا عملت معاصي وذنوب يطبطب عليا يقول لي معلش يلا نقوم من تاني، يلا نعالج الغلط ده ونشوف الصح ايه ونعمله، ناخد بايدين بعض. يا انا غلطت، انا فشلت، طب تعالى طبطب عليا وخد بايدي. مرة في مرة، واحدة ومرة تانية، هتلاقي نفسك انك بتوصل وانك بتتعلم. ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا عايزينه في حياتنا. انا اتكلمت في الموضوع ده في اكتر من بوست، خصوصا الكوتش الشخصي. هتلاقي في فيديوهات موجودة عندي على القناة وموجودة هنا عندي على الصفحة كمان. في النهاية انا كده خلصت الافكار اللي انا استشفيتها، في افكار تانية فيه، بس دول الاساسيين بتوعي اللي انا طلعت منهم من الكتاب. على ما قريت اكتر من 50 صفحه في الكتاب، والحمد لله بفضل الله انا مكمل في كتاب في علم النفس اهو، العلاج المعرفي السلوكي، وقاعد عمال اقرا فيه. فقلت اطلع فيديو كده اتكلم مع الناس في الموضوع ده، بدل بوست كده ممكن يضيع مع الوقت. طب ما اسيب الفيديو ده موجود عندي هنا على الصفحه، واحاول انقله كمان عندي على قناه اليوتيوب عشان الكل يستفاد. ما تنسوش بقى ايه، سيبوا لي رايكم في التعليقات، ايه اللي انتوا حابين اللي احنا نتكلم فيه. ايه رايك في الكلام اللي انا قلته، في الافكار اللي انا قلتها؟ سيب لي رايك في التعليقات. وما تنساش تروحوا عند قناه على اليوتيوب، عايزين نكبر قناه، اتفاعلوا معاها ووصلوها لكل الناس. انا بنزل عليها فيديوهات كتير، بنبتدي اللي احنا نطور من نفسنا، سواء مواضيع عندي هنا على الصفحه وعندي على قناه على اليوتيوب، اللي احنا نكبر باكبر قدر ممكن، واللي احنا نوصل لاكبر عدد من الناس نساعدهم. واشوفكم دايما في جديد، يا رب تكون استفدتم زي ما انا ما استفدت، واستمتعتم زي ما انا ما استمتعت بالكتاب. واشوفكم في بث مباشر جديد وفيديو جديد. اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.